بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. معك إلى الحداد، نائب جهوي للمديرية السامية لعلماء المقاومة على جيش التحرير مدينة طيبة. نلتقي اليوم في فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بمدينة تمارا بمناسبة تخريب الذكرى 102 لمعركة أنور الخالدة، والتي تم بهذه المناسبة تنظيم ندوة علمية في موضوع معركة أنوال، قراءة في حدث وأبعاده، بتنسيق وتعاون مع فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بمدينة تمارا، وأيضا المجلس العلمي المحلي لعمالة الصغيرة تمارا، وجمعية أوفياء الوطن لأبناء قدماء المقاومة على جيش التحرير. نشط هذه الندوة عبد ربه والنائب الجهوي الذي أخذ موضوع الأبعاد ديال معركة أنوال، أبعادها الدولية والوطنية والإقليمية، واللي حاولت فيه من خلاله أنني نقدم واحد الصورة حول تبعات معركة أنوال على المستعمر الفرنسي والإسباني وما تلاها من أحداث من ذلك. وأيضا كانت مساهمة للمجلس العلمي المحلي في شخص الأستاذ عبد الجبار الذي تحدث عن مغازي والدلالات ذكرى معركة أنوال الخالدة وضرورة تلقينها للأجيال الناشئة الصاعدة. وكانت مساهمة ثالثة لأحد متطوع المسيرة الخضراء وفاعل جمعوي وأستاذ متقاعد، هو الأستاذ حسن إبراهيم، الذي تحدث عن أطوار معركة أنوال وتداعياتها الوطنية والإقليمية والدولية. وهذه الندوة هذه بطبيعة الحال تندرج في إطار سلسلة من الندوات والمحاضرات العلمية والأنشطة الفكرية والثقافية والتربوية والتواصلية التي تنظمها النيابة الجهوية للمديرية السامية لقدماء المقاومة جيش التحرير بمدينة الرباط، وفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بمدينة تمارا. وشكرا.